اظن احنا عندنا كده منظومه ثلاثيه مثلث في العميل والمهندس والمقاول. هي ما بتتعملش بالهندسه، هي بتتعمل بالايموشنال انتليجنس او بالطريقه زي ما بيقولوا. انا عاجبني كذا كذا، دي ما يتوصفش بالبق، كذا دي لازم تبقى صوره. انت بتقدم تصميم هو عباره عن صوره، بس صوره مدروسه applicable على ارض الواقع. السيميوليشن للبيت بتاعه حقيقي لكل سنتي، معانا ريفرنس، هو ده خارطه الطريق بتاعتنا. العميل ساعات ما عندوش تخيل، حتى لو بيشوف الديزاين ما عندوش تخيل على الطبيعه عنده تبقى عامله ازاي. بس ده برضو بيبقى حكم سريع، غلط. لان هو احنا لسه في نص الطبخه. انت جاي تدوقها ازاي وهي نيه؟ احنا ادينا له كل العينات وشاف الديزاين، عايز الرسمه اللي احنا شفناها في العينه نفس العرق، فده قلب بورسلين. العرق نفس العرق بقى طب صناعي، ما بقاش طبيعي. برايسنج استراتيجي بتاعه المهندس اللي معاه، ويبقى موافق عليه ان الراجل ده يبقى ضامن حقه. اقف واسال حد بيفهم، ارجع للمحامي. بقى مهم عندي ان الكفتين تبقى كده. طب ما ده حرام. ما انا عايز احمي العميل. المرحله اللي بعديها بقى هتختلف تماما. هي الاكسترا مايل بتاعتي ان انا معايا كشاف في ايدي، والتوليرنس ان انت فاهم وواعي ان السوشيال ميديا احيانا بتبقى صور جميله. لما بحط نفسي مكان عميل، في الاخر العميل ممكن يختاره، يعرف هو عايز ايه الاول عشان ما تروح المهندس يبقى جاهز. وصلنا الخط واضح كده نشتغل عليه. تديله مينيمم ثقه، متسق مع الكلام اللي بيقوله، تفاليديت حاجه زي كده. اختار صح عشان تشطب صح. مظبوط، وبشكل سهل كمان. اهلا بيكم في بودكاست شطب صح. احنا هنا هنبدا نشرح ازاي تشطب صح وتاخد خبره عشان توفر فلوسك ووقتك وتطلع حاجه انت نفسك فيها. هنا لغتنا بسيطه من غير اي تعقيد. هنتعلم كل خطوه من خطوات التشطيب، واول خطوه هناخدها مع مهندسه مروه خيري. اهلا بيكي. اهلا بيك باشمهندس. عايزين نتكلم عن البدايات، وبدأت في السوق ازاي، واول شغل عملتيه اتعلمتي فيه ايه، وايه ذكرياتك في المشاريع اللي عملتيها في الاول. اوكي، هو انا بدأت في السوق من 2017. عملت شركتي، وطبعا بدأت كالعادة. كنت الشركة هي انا واللابتوب بتاعي، فكنت بعمل انا الديزاين، وانا اللي بنزل اشطب واباشر العمال بنفسي. ومشيت البروسيس كاملة، ما فيش حاجة في البروسيس ممكن تكون موجودة كمهندسين احنا بنتعرض ليها او بنمر بيها ما عملتهاش بايدي في مرة. وفضلت كده لفترة مش قليلة يعني. ده طبيعة الحال لأي حد اللي بيتقال عليه فريلانسنج. بس الفرق ان انا كنت دايركتد وعارفة ان انا هعمل شركة او هيبقى عندي شركة، فعشان كده فتحت الورق الليجل بتاعها على طول. طيب، واول مشروع بدأتي فيه فاكرة ايه ذكرياتك؟ ذكرياتي كانت او المشاكل اللي كنت بقابلها ان مثلا ممكن اتفق مع صنايعية على مواعيد ما يجوش. وقت الاستلامات، العلاقات، الماتيريالز ما بتبقاش مقابله بعضها مظبوط، او كل بند شغال في وادي كده. الكوردينيشن ما بين البنود هي دي الحاجه اللي اثقلت فكره ان انا مهندسه عارفه اباشر الشغل صح. تمام. دي حاجه بتبقى ما بين السطور، ممكن العميل ما يبقاش قوي بيها اصلا، ما يعرفش ان هي بتتعمل، بس هي بتتعمل. وهي دي اللي بتفرق ككواليتي الشغل، حد عامله بشكل عنده خبرة فيه عن حد لسه مش عارف حاجة فيه، عن حد مش متخصص أصلا وقرر يشطب بنفسه. تمام. والموضوع خد منك وقت عشان توصلي ان انت خلاص ترتبي كل البنود اللي كانت فيها مشاكل زي ما انت قلت كده؟ كل مشروع هي الموضوع عبارة عن لايرنج. صورة بتترسم، يتعمل لها اوتلاين، وبعدين نبدأ نرسم تفاصيل. فكل مشروع بيبني حاجة، كل موقف، كل تاسك، كل بند من البنود، كل تفاصيل تصميمية يحصل فيها تحدي. هي طب دي تتنفذ او ما تتنفذش؟ طب لو هتتنفذ، انا لو هحطها على الورق يبقى هي لازم تكون بتتنفذ. هتتنفذ ازاي؟ بنت الخبرة. هي دي اللي بيتقال عليها الخبرة فعلا. تمام. يعني الخبرة دي اتكونت خلال قد ايه مثلا؟ انا حاليا يعني 16 سنة في السوق. اوكي، بس بدأت امتى تكوني خلاص؟ بدأت طبعا من داي 1 كانتربرنور او حد عنده شركة من 2017. تمام، بالتوفيق ان شاء الله. ليك وليا ان شاء الله. طيب، بالنسبة للعميل اللي انت قابلتيه في الاول، اول عميل اتعاملتي معاه، اول عميل. بص، العملاء بقى، بص يعني ايه كوميديا. اول عميل ده بتبقى انت لسه مش، كنت انا وقتها لسه مش عندي خبرة قوي كمانجمنت، كايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش،
كبروسيس يمشي عليها العميل، وانا كمان اقدر امشي عليها. فكان العميل يعتبر استأجر مهندس حرفيا. دي اللغه الصح. انا معاه طول في ايده، مش العكس. او مش العلاقه مش positioning wise في مكانها المظبوط. لا، هو بالنسبه له هو معاه مهندس في الشنطه بتاعته، يطلعوا اعمل دي سوي دي. هل ده صح او غلط؟ انا مش بقول كل المهندسين most probably هيمروا بده اكيد عشان تتبني الخبره البداية. ويبدا يعمل لنفسه positioning صح. لكن ده علمني كتير للامانه. العميل مش اوير، مش عارف. انت اللي بترسم له اللاين، انت اللي بترسم له البروسيس بتاعه كل تاتش بوينت. هو هتاخد منه ابروفل فيها، كل تاتش بوينت هو بيوافق عليها، كل حاجه لو هو عايز يبقى انفولفد في مستوى التشطيب بعد كام بند بينزل يستلم منك. كل دي تاتش بوينتس المهندس هو اللي بيبقى عارفها، والمفروض يكون هو اللي محددها عشان العميل يمشي عليها. هي دي الخطه. انت كمهندس بتحط خطه والعميل بيمشي عليها. ده اداره. انا في حاجات، في علم اسمه علم اداره بيدرس، انا بصراحه اتعلمتها تراين ايرور. لا ممتاز. وغير كده ان العميل دلوقتي بقى يعني دايما بيروح للمقاول عشان ينفذ له الحاجه اللي هو عايز يعملها من غير ما يروح للمهندس دلوقتي خلاص. يعني دايما كويس ان العميل بتاعك اول عميل اتعاملت بقى معاه مهندس يقول له اعمل ايه ويلغي ايه حسب ذوقه. لكن دلوقتي العميل بيروح للمقاول على طول. انت شايف ايه في النقطه دي؟ هو الفكره في الكريديبيليتي. هو بيروح للحد اللي بيطبطب عليه، اللي عايز يطمنه ويحسسه ان كل حاجه هتبقى تمام. ممكن ده يكون من البحر طحينه زي ما بيقولوا، يعني مشكله طبعا، يعني بيجر رجل الزبون. انا مش بقول ان المقاولين وحشين، بس بقول انه احيانا الابروتش ده بيعمل هاي اكسبكتيشنز، خصوصا ان المقاول بيبقى بيأفورد حاجه زي كده بسعر قليل قوي. هو احنا مش بنتكلم عن المقاولين وحشين، هو العميل السيكونس بتاعه بقى غلط لو هو يروح للمقاول الاول. فاظن احنا عندنا كده منظومه ثلاثيه، مثلث في العميل والمهندس والمقاول. المثلث ده لو في واحد طلع منه خلاص المثلث باظ، ما بقاش فيه المنظومه دي. فلازم العميل هيبقى معاه مهندس يدير زي ما انت قلتي باداره، هي علم اداره، يدير له الموضوع كله ويرجع له في اي حاجه، ما يرجعش للمقاول. المفروض ان العميل والمقاول علاقتهم تبقى خلال المهندس. ده اللي انا شايفه. فدي من وجهه نظرك انت قلتيها فعلا في الاول، ومن خلال خبرتك وصلنا ليها دلوقتي. فلو انت شايفه ان العميل شال المهندس من المثلث ده وراح للمقاول، انت حصلت لك قبل كده ولقيتي حد مدخلك في النص عشان يلحق مشكله؟ بتحصل كتير مع الكل، بتحصل كتير جدا. اكتر مشكله كانت ايه؟ هي بيبقى فيه خلاص هو الراجل اتورط، هو في نص البحر، الشغل مفتوح ودفع. بيصرف فلوس كتير مش لاقي اي نتائج علشان هو متخيل ان هو كده هيوفر، واعتمد على حد. هو ممكن الشخص ده كان صادق في كلامه لما قال له انا هعمل لك وهسوي لك، بس هو ما شافش بعد الستيب دي ايه اللي هيحصل. هو مش متخيل ان هو المفروض ينظم ستيب تانية بعدها، واحتمال كبير يكونوا متداخلين مع بعض. في بنود بتبقى متداخله، فمين قالك ان المقاولين الاتنين دول هيتعاونوا؟ قابل بقى وحل. ده اللي بيحصل، ده المهندس ده دوره. الفكره الاكسترا مايل اللي بتبقى عند المهندس مش موجوده عند الاند يوزر، ان الناس دي بتبقى رجالته، بيتقال عليها دولاب، بيبقى شايلين خاطره. في حاجات بقى هي ما بتتعملش بالهندسه، هي بتتعمل بالايموشنال انتليجنس او بالطريقه زي ما بيقولوا في السوق. فانا ليا خاطر اب تو ان انا ممكن انزل صنايعي من غير اي اتفاق، انزل صلح دي وبعدين نتكلم. هو كاند يوزر مش عنده النتورك دي. مظبوط. ده ليه تمن اكيد. العميل مش بيعرف ده غير لما بيبقى في وسط البحر زي ما بيقولوا. فلكل مقام مقال يعني زي ما بيقولوا. ده حقيقي. انت كده بالنسبه للنقطه دي، العميل انت شايفاه لو هو جالك بالمقاول تعرفي ان في مصيبه ومشكله على طول، فانت خلاص لا برفض، ما بتخشيش في الشغل. لا حتى لو مثلا المقاول جه قال لك معلش انا هشيل لك كل الشغل وتقديم من اول وجديد عشان العميل خلاص
يعتبر قال له شيل كل الاخطاء بتاعتك وانت اللي تشيل. احنا اتفقنا في الاول ان كل مشروع علمني حاجه، والحاجه دي جريت انا في شركتي عملت لها بوليسي عشان اعرف اكمل، عشان ما تكملش سلسله من الاخطاء. فمن ضمن الحاجه اني في رول عندي لما يجي لي عميل احنا هنبدا مع بعض شغل معايا، والله يا باشمهندسه فلان وفلان في بندين الفلانيين كويسين جدا وهيسمعوا كلامك وهيعملوا اقول له شكرا. برفض. عشان كده عشان ايه؟ عشان في يوم من الايام كان عندي عميل فيلا في كومباوند معروف جدا، تعاقد على بند غالي جدا مش رخيص، وقال لي الراجل ده يعني هو جابها لي من طريقه ايه؟ ان هو هيديله فاسيلتي هيقسط مع البند. فانا خلاص مصلحتك بس يسمع الكلام، مفيش بقى يعني. وكان شرطي ان الفلوس تحصل عن طريق علشان ايه؟ كنترول بالظبط. وقت الجد السبلاير ده قال لي انا ما اعرفكيش انت مين، مع اني راح استلم منه. انا ما اعرفكيش. واللي حصل انه البروسيس باظت لان في حاجات ديبندنسز على بعضها. ففي الموقع انا المفروض اوقف حاجات لحد ما الراجل ده يدخل ويخرج، علشان وقت شغله هيبوظ بنود تانية لو انا ما عملتلهاش بروتكشن مظبوط. العميل ما بيبقاش عارف ده عشان الادوار اتغيرت، مش عارف. بنود باظت اضطرينا نعيد الشغل. ليه؟ علشان ما مشيتش في السيكونس صح. ليه؟ عشان الواحد بيركب دماغه لانه لا ما انت مش جايب لي مهندس. هو مش عارف هو بالنسبه له مين الرئيس، المالك مش المهندس. وده اللي حصل عشان جاي من طرف المالك. وده طبعا خلى المالك يدفع اكتر مش يوفر، كده خسر ما كسبش. دفع اكتر في البنود اللي قعد اتعكت لان هي خلاص خسر. هو جاي يوفر خسر بالظبط. ودي النقطه اللي بنتكلم فيها عايزين نوضحها. وقت الجد قال لي ده سوء اداره، ما جابش الغلط على نفسه. انت متخيل؟ لا ما يقدرش، مش هيجيب على نفسه. العميل دايما على حق. بالظبط. فخلاص اوكي سوء اداره فليكن، بس انا هرفض وليه حق لان هي accountability. لو انا هاخد الكنترول بتاع المشروع يبقى اشيلها كلها عشان انا اللي هتحاسب، يعني انا اللي مسؤوله قصادك. ودي سمعه. فلو انت دلوقتي جايب حد هو المسؤول قصادك، ما تدخلش بقى ثيرد بارتيز من بره يعك الشغل وانت متخيل ان انت بتوفر. لا انت بتبهدل الدنيا. ابسط مثال السبلاير ده صنايعي عنده مع بند تاني شغال في نفس التوقيت، صنايعي تاني عند السبلاير ده، عيال صغيره اتخانقوا مع بعض، هتكنترولها ازاي؟ لا خلاص بقى ما تخيلت عيال. فلا وصعب قوي تقول ايه لا انا هدخل فلان، طب انا هخرج ناسي وده دخل، لو في حاجه باظت طب قابل بقى دور هي باظت من مين. انت متخيل كم مشكله حصل؟ انت متخيل كم مشكله لمجرد ان انت عايز تابروتش تدخل بفكر انه اصل ده هيوفر لي. طب ماشي، ما انا ممكن اجيب لك سبلايرز يوفروا لك ونعمل حاجه اسمها فاليو انجينيرنج. صح. بس ما تبقاش انت متشبث. بالظبط تمشي صح. بتبوظ بقى، بتتعك، بيبقى في خناقات بقى. انت سبت الهندسه، سبت اليونت بتاعتك وقاعد تحل في مشاكل. يبقى كده لازم العميل يختار صح عشان يشطب صح. بالظبط. ولسه مره انا عايز اعرف العميل لما يجي لك اول مره المكتب انت بتبداي معاه ازاي؟ ببدا معاه ازاي؟ طيب احنا طول فتره دراستنا للجامعه بندرس كل ما هو ليه علاقه ان احنا نعمل ديزاين لبيت مريح، كل الفانكشناليتي، كل التفاصيل الهندسيه بخصوص البروجكت نفسه، بس ما بندرسش اي حاجه تخص البني ادم اللي هيعيش في قلب المكان. وده وداني لحته مهمه. انا دي من خلال تراي اند ايرور في خلال فتره ما انا كنت شغاله ان انا موظفه، ما كنتش لسه فتحت شركتي. كنت لاحظت ان في نمط متكرر بين العملاء، وان العملاء اللي شخصياتهم قريبه شويه من بعضها بيميلوا لنفس التفضيلات في العناصر الهندسيه. الموضوع يبان ان هو معقد بس هو بسيط قوي. فقررت اعمل ماجستير في السايكولوجي واربطه بين البيرسوناليتي تايبس او انماط الشخصيات للبني ادمين واختياراتهم للعناصر التصميم. وبالفعل عملته الحمد لله وناقشت في 2022. الفكرة ان انت لو عندك واحد صاحبك هتشتري له هدية،
بيبقى سهل عليك تعرف تجيب له ايه الحاجه اللي هو محتاجها، ايه الحاجه اللي هتليق عليه، وايه الحاجه اللي هو هيتبسط بيها. احنا بيبقى مطلوب مننا في وقت صغير جدا تعرف الشخص ده محتاج ايه، requirement احنا بنقول عليها requirements. بس الموضوع اعمق من كده، هو ليه تفاصيل نفسيه تخص البني ادم اللي هيعيش في قلب المكان. فلو انت ما قدرتش تقراها كمهندس، بتيجي عند مرحله بتعطل، بتبقى مش عارف تختار له ايه. فهو التشالنج كله في فكره ان انت تعمل له سكاننج صح لشخصيته، وبعد شويه وقت بتبقى سهل عليك ان انت تختار التفاصيل الهندسيه اللي هتفت طبيعته، مش بس كده وذوقه. لان انت كمان بتقرا البادي لانجوج بتاعته، بتقرا امتى هو توتر في الحاجه الفلانيه، فانت بتبقى متوقع ان هي مش هتعجبه. لا، الراجل ده ممكن يستفز من حاجه معينه، من ابروتش معين، وعلى فكره بيسهل جدا البروسيس. مظبوط. فحاجه زي كده السايكولوجي علم اتس ماست، لان هو التصميم او العماره زي ما بيقولوا هي علم، هو سوشيال ساينس، علم بيدخل فيه عناصر البشر، مش علم بحت، مش زي الرياضه والماث والفيزيكس. ف اي حاجه بتدخل فيها البني ادمين او طبيعه البشر بتبقى subjective جدا، بتبقى على حسب 1+1 مش شرط تساوي، مش شرط تساوي 2، ممكن مع حد تاني تساوي 5 and you have to respect ان هي عنده 5. فدراسة علم النفس انا بحس ان هي recommended جدا. ممكن بره في جامعات بره بيحطوها في الديسيبلين او في الكريكولم بتاع الدراسة، لكن انا احتجت اعمل فيها ماجستير ودي فرقت معايا جدا في شغلي. فدي حاجة انا بحس ان هي it's a must. يا برافو. وكملي بقى الرحلة بقى، احنا عايزين نعرف بدأنا ازاي معاه والمرحلة اللي جاية ايه، وبتاخديه بقى ايه اللي بعديها لغاية ما تسلمين المشروع بتاعه. احنا جينا بقى عند مرحلة اسمها بريفنج دي الاكستراكشن اللي بيحصل لشخصيته والطلبات بتاعته في مستوى التصميم. وبعدين بنروح للمود بورد، بنعمل مود بورد هي مرحلة فيجوال بصرية، لان هي دي علاقتي بالعميل، لازم تبقى بصرية. انا عاجبني كذا دي ما يتوصفش بالبق، كذا دي لازم تبقى صورة، لان هو ممكن يبقى قصده على حاجة وانا قصدي على حاجة تانية خالص. مظبوط. في عملاء ما عندهمش قدرة على التخيل تماما، وده طبيعي. انت كمهندس بيبقى عندك قدرة على التخيل وانت بتتدرب فيها طول فترة دراستك. مظبوط. فمش شرط كل الناس تبقى زيك، فانت لازم تتكلم معاه، لغتك هي الصور. عشان كده احنا عندنا السيرفيس ان انت بتقدم تصميم هو عبارة عن صورة، بس صورة مدروسة applicable على أرض الواقع. دي كل مرحلة دي اللي هي المرحلة الأولى دي مرحلة التصميم design package. في خلالها فرصة جميلة قوي كوقت ان انت تتعرف على العميل بتاعك، وبتعرف تفاصيل عنه step by step layering. كل التسليمة الأولى عجبته تمام، في شوية comments بنعمل تعديلة وبنخش في اللي بعدها 3Ds دي customized، حاجة simulation للبيت بتاعه حقيقي، لكل سنتي مراحل بتظهر فيه تفاصيل على مستوى الماتيريالز، على مستوى الكالر سكيم، على مستوى المود، نشوف الحاجة قبل ما تنفذ. بالظبط. كل ده مهم قوي قوي علشان بتودينا النقطة ان احنا في أرض الواقع لما ننزل الموقع ونشمر وننزل معانا ريفرنس، هو ده خارطة الطريق بتاعتنا، هو ده الديستنيشن اللي احنا عايزين نوصل. فكل ما احنا التزمنا بيه كل ما وصلنا بأمان وصح، ده البلان اللي هتمشي عليه وشطبنا صح. بالظبط كده. لا برافو عليك. بالنسبة للعميل بقى اللي بيعدل في الديزاين، بتوصلي معاه لإيه؟ عشان في عملاء بالنسبة لي أنا بقول لهم انتوا ليكوا 3 اقتراحات بس او 3 مرات تعدلوا فيها. انت بتعملي نفس الكلام ولا انت ايه وجهة نظرك؟ انت طيب يا باشمهندس. لا انا بعدل مره واحده، مره واحده في الفيز. يعني مود بورد ليها تعديل، فيز 3 او فيز 2 يعني اللي هي ال 3 ديز ليها تعديل. تمام. كل حاجه بيبقى وان تايم. بالنسبه للديزاين مره واحده. للديزاين بتبقى مره واحده. هقول لك ليه، دي برضو من خبرتي. لو انا كنت حاسه ان العميل بيحتاج اكتر كنت هحط اكتر، بس الفكره ان العميل
وهتلاقيها حصلت معاك. في الاول ما يعجبوش الحاجه وعنده عارف ان هو عنده ممكن يقاد فيعدل، فتسلمها له بعد التعديل الطلبات اللي هو عايزها ما تعجبوش فيعدل تاني، بعدين يرجع يقول لك ايه ده لا الاولاني كان احلى. حصلت معاك ولا لا؟ بيحصل. لا على طول على طول. ما فمعنى هو ما بيعرف كده ان في 3 اوبشنز. الموضوع نفسي بحت. صح، نفسي ما انت بحت لسه ايه دارسه الموضوع ده بالظبط. هو حاسس ان عنده البريفليج انه يعدل، طب ليه ما يجربش؟ لكن لما تبقى ليميتد واي حاجه زياده هتبقى باكسترا فيز هيفكر كويس، قبل ما ياخد القرار. هيبص على الديزاين بعين المنطق، مش بعين ان انا معايا تول ومعايا مهندس يقدر كل ما انا اطلب منه تعديل هيعدل. فالموضوع بيبقى دايركتد اكتر. طب بالنسبه بقى ده الديزاين، بالنسبه للتنفيذ لو هو عدل في وسط التنفيذ بقى، ما انت خلاص خدتي الديزاين وبدات تنفذي وبداتي الموضوع يوضح على الواقع، العميل جه شاف الدنيا على الواقع قالك لا انا عايز اعدل هنا وهنا وهنا، فانت كان الرياكشن بتاعك هيبقى ايه بقى وقتها؟ هي الفكره التعديل بيكون ليميتد لسبب كمان مهم جدا، ان احنا بنكون ذاكرنا العميل في الاول، عملنا الاكسرسايز كويس قوي، عرفنا قطعنا شوط كبير في ان احنا نعرف كل التفاصيل اللي احنا محتاجينها منه واللي هي بتفكت الطبيعه بتاعته، فبنبقى واصلين لمرحله هي 90% كل عاده بتبقى الادجستمنتس كمان مش مثلا ميجر زي تعديلات معماريه، لا هي بتلاقيها مثلا في اللون، في الماتيريال دي بدل هي رخام بس بدل ما تبقى بيج تبقى بيضه، حاجات بسيطه جدا. فالفكره ان انت من المهم جدا ان انت بتبقى بتافورد للعميل البروسيس بالشكل ده، ان هي تبقى مش كاستمايز، تبقى ستيبس واضحه ببروسيس واضحه، علشان ده بيستهلك وقت هو بيبقى مش حاطط في الاعتبار ده. بس كيس سيناريو ان احنا نبقى ماشيين على الايه الخريطه بتاعتنا الديزاين باكج وده ريفرنس، ولو الكلاينت ما عملش اي تعديل بنوصل فعلا بامان في وقت فعلا احتمال كبير يكون اقل من الاكسبكتد، وفعلا بيوفر وقت، لان كل ما مر وقت ايه بيحصل ايه؟ بيحصل مشاكل، بندفع فلوس اكتر. طب هل ده اللي بيحصل على ارض الواقع؟ لا، في عملاء كتير في النص بيعدلوا حاجات، التعديلات دي اكتر حد بيدفع ثمنها هو العميل نفسه. اكيد انت كمهندس مش يعني هو بروجكت شغال ان بروسيس، فمش هيكون انت مش هتكون مضرور زي ما هو بيكون مضرور. احنا اللي بيبقى مزعج بالنسبه لنا كمهندسين ايه؟ ان انت عامل زي بالظبط ايه القطر، انت ماشي بسرعه معينه فاحنا هنعدل، ففي بنود هتضطر توقفها، وفي بنود هتشتغل هتعيد فيها شغل، وفي بنود المفروض كانت تدخل في ميعاد معين مش هتدخل فتضطر تكمبرومايز، واحتمال كبير تعيد تسعير عشان وقت عدى. صح، عشان وقت عدى، عشان الوقت بيتغير. فده بيبقى المانجنج بتاعه بيبقى في تحدي اكبر او متعب اكتر وما بيبقاش سالك. لما بيحصل بقى اكتر او اسوأ مرحله يحصل فيها تعديلات، المرحله بتاعه التاسيس دي من اسوأ المراحل اللي ممكن يحصل فيها تعديل. ليه؟ علشان احنا بنكسر، احنا لو في التصميم بنشيل خط وبنمسحه وبنعمل غيره، احنا في ارض الواقع بنكسر. احنا بعد التكسير بننظف، احنا بعد النظافه بتشون حاجات تانية، وصنايعي ممكن يبقى خلاص هو خلص شغله ومشي، اضطررت تجيبه تاني هو مش فاضي فهيأخر. مظبوط. من أسوأ الحاجات اللي تحصل ان انت تعدل حاجه في ارض الواقع واحنا شغالين، تعمل مشاكل بعد كده، حتى تعمل مشاكل. نتكلم على التأسيس وكمان في مراحل اللي هي المتطوره بتاعه الفينيشنج، لان دي بقى كمان ايه، مش بس بتأثر على السعر، بتأثر على الجوده الجماليه اللي في الاخر. العلاقات تبقى متقفله مع بعضها صح، مش هتقدر تعمل كده، انت مش ساحر برضو. اكيد. فحاجه زي كده من اكتر الحاجات اللي بتبقى تشالنجينج للعميل، للمهندس، هي تشالنجينج للمهندس بس العميل بيدفع ثمنها. اكيد، هو كده اي تعديل بالتكلفه، ده غير ان هو خسر البريفيليج بتاعه التصميم. طب أكيد. انت دفعت فلوس في التصميم ليه؟ صح، وانت مش هتمشي عليه. ممكن يكون العميل ما فهمش من الديزاين على قد ما فهم في الطبيعه، وزي ما انت قلت في الاول العميل ساعات ما عندوش تخيل، حتى لما بيشوف الديزاين ما بيعندوش تخيل على الطبيعه عنده تبقى عامله ازاي،
ممكن يكون ما بعد التنفيذ كون فكره ان ده هتبقى شكلها عامل زي كده في الطبيعه، بعد كده خد. بس ده برضو بيبقى حكم خد خطوة سريع، غلط. لان هو احنا لسه في نص الطبخه. انت مم. جاي تدوقها ازاي وهي نيه؟ انت جاي هي unfinished، لسه مش خلصانه. طب ده يحركنا بقى لسؤال تاني بقى، امتى تقولي للعميل لا؟ بص انا مش بقول لا بشكل واضح كده، بس بتناقش معاه ان كل حاجه ليها عواقب. مم. ليها عواقب، واللي انت بتعمله لو انا بصيت لها كبزنس انت بتفتح لي شغل، اها. لكن انت خسران عشان انت غيرت رايك، بدل ما احنا ماشيين في الاتجاه ده قررت تعمل كده. دي ليها تمن، especially السرعه. الوقت يعني فلوس. المشروع لو دخل شقه 120 متر تخلص في 4 شهور 5 شهور، لو اخدت مننا سنه خليك متاكد ان انت دفعت اكتر. وانت والمهندس برضه والمهندس خسران. المهندس خسران. مم. لان لو انت مثلا شغال كوست بلس ودخل لك رقم معين في ال5 شهور فيرسز السنه، اكيد طبعا. فانت حرفيا انت بتصرف على المشروع بتاعه. الوقت خلاص الوقت بيتغير. فالموضوع خد بالك في نقطه برضو دي تودينا لنقطه مهمه جدا طالما اتكلمنا على عنصر الوقت. احيانا الوقت بيستريتش مش عشان العميل غير حاجات على ارض الواقع، عشان العميل مش بيدي ابروفلز السريعه. مم. عشان احيانا في عملاء بتحب تبقى انفولفد في كل تفصيل. طبعا ده حقهم، ده بيته هيدخل يعيش فيه، ف بينفولف بس مثلا مش فاضي ينزل ينقي ماتيريال. طب انا هوفر لك حد ينزل يصور لك برضو لا، هو حابب يشوفها. فالابروفل تايمز لما بتاكستند برضو ده بيخسر في البروسيس وفي المانجمنت بتاعتها. لا تمام. طب بالنسبه بقى للعميل اللي هو خلاص اعتمد الديزاين وسابك تنفذي من غير ما تتابعي، من غير ما هو يتابع، من غير ما فهو ما تابعش معاكي ولا مره وانت شغاله على الديزاين، لو ما تابعش معايا انا اروح له اتابع معاه. في عملاء هما رانكس، في عميل بيحب يبقى انفولفد في كل التفصيله، في عميل يحب يبقى انفولفد في المايلستونز. وصلت لفين؟ ده بيبقى حد براكتيكال جدا. في عميل انا بدي مهندس عشان مش عايز وجع دماغ، حقه. بس انت لازم تديله من وقت every now and then، لازم تديله احنا وصلنا لفين وتديله تفاصيل. ولو في حاجات لازم يبقى في حاجات احنا متفقين عليها في التسعير وانت موافق عليها، او الجوده هتتغير لازم to be noted. ما اقدرش اعملها من دماغي طبعا. ده اكيد. الراجل ده متفق معايا على حاجه، فده شروط تعاقد. فبيحصل ايه؟ ببعت له خطاب. تمام. خطاب ده صح. كل كام مثلا كل اسبوعين او كل 3 البروجرس اللي احنا واصلين له دوكيومنتد بصور. فهو لو ما جاليش بيتي انا بروح له بيته اديله المعلومه. لا تمام، وده الصح عشان هو في الاخر ما يجيش وانت ما قلتليش ما عرفتنيش. بالظبط. وهو بيبقى كده مطمن، غير لما الصمت تماما ده مش. انت كده بتحمي العميل بتاعك بتحميه. وانت طبعا احنا عايزين نعرف العملاء ان المهندسين اكتر ناس يهمهم العميل يكون فاهم بنسبه 100%، عشان ما يجيش بعد كده يقول لك انت ما قلتليش او ما فهمتش او فهمت غلط. فدي نقطه بتريح المهندس. الناس العملاء مش فاهمين النقطه دي. بالعكس العميل الفاهم. ليه العميل فاهم بيريح؟ لان انت ما بتضطرش لا تعدل ولا تعمل كوست زياده على الشغل بتاعك، او تاخد وقت زياده عشان تعدل الشغل اللي هو طلبه. فانت كده بالنسبه لك ريحت نفسك وريحت العميل. فدي نقطه احنا دايما بنحب نوصلها للعميل، بنقول له انت فاهم ولا لا عشان يقول لك انا فاهم. فدي نقطه مهمه جدا ان احنا نفهم العميل كل نقطه. اسمح لي بقى يا باشمهندس نعكس الادوار واسالك سؤال، بما ان الكلام جابنا للمواقف اللي بتحصل والتعديلات اللي بتحصل على ارض الواقع. هل عندك اكسبيرينس؟ اكيد عندك اكسبيرينس زي كده، بس احكي لي موقف حصل في موقع والعميل عدل على ارض الواقع وايه قابلت ده ازاي؟ لو في اكبر موقع حصل لي، اكبر يعني تكلفه حصلت في الموقع، ان في بند الرخام ارضيه اتغيرت بالكامل بسبب ان العميل ما وضحش ان هو مش فاهم بنسبه 100%. احنا ادينا له كل العينات وشاف الديزاين وشافه على وضعه في الريسبشن عامل ازاي. كان مشكله ارضيه الريسبشن كلها كانت كبيره جدا. وجبنا الطاولات ولما نزلت على الارض قالك لا
مش عاجباني. فالعميل مش فاهم ان الخامه دي خامه طبيعيه. يعني العرق في الطاوله دي غير العرق في الطاوله اللي بعديها، بس هي نفس اللون ونفس الشكل ونفس الروح. فالعميل ده لا، ده عايز الرسمه اللي احنا شفناها في العينه، نفس العرق نفس العرق نفس يشوفوا في الطاوله البيضاء. فده قلب تعملها بورسلين، ازاي؟ ما قلبش رخام. صحيح. البورسلين ده حاجه ارتفيشال، يعني متكرره، طباعه متكرره. اما الرخام عمره ما بيتكرر. يعني انا دلوقتي عشان اجيب لك رخام العرق نفس العرق بقى، طب صناعي ما بقاش طبيعي. هو جماله في كده. فانا ما عنديش الرفاهيه ان انا اغير كل الكميه دي عشان النقطه دي. والعميل اصر. لا العميل اصر. فطبعا جبنا وقتها خامه ما فيهاش عروق البديل، وهو دفع ثمن الغلطه دي. ان هو انا كنت مديله كل الضمانات ان هو يفهم كل النقط دي، بس هو ما تخيلش لما الكميه جت ان كل حاجه لوحدها بعرق بشكل تاني، اتجاه تاني. اعتقد دي مش غلطه، هي حاجه ليها علاقه بالاويرنس، انه العميل يبقى فاهم ان هو بيتعامل مع ماده طبيعيه، وان سر جمالها في ان هي طبيعيه، وان هي مش شبه بعضها، وان العرق او الطاوله اللي انت بتختارها وبتركب في بيتك مش هيبقى ليها مثيل. ما هو العميل ده فهم النقطه دي، بس دفع كتير عشان يفهم النقطه، فتعلم كتير، فعمره ما هينساها. وعلى فكره هو اعترف بالموضوع ده، وده كان من العملاء اللي هو يعني بصراحه يعني انا كنت متضايق جدا ان هو يتكلف الغلطه دي. اكيد طبعا. بس حاولت اساعد الموضوع معاه والحمد لله قدرت اساعده يعني. بس في الاخر هي غلطه زي كده لا، لازم العميل يكون فاهمها بنسبه 100%، عشان بعد كده لما يبقى فاهم احنا ركبنا ايه عشان ايه، يبقى يقول لك خلاص انا فهمت. وانا يهمني العميل يفهم بدرجه كبيره جدا عشان هيريحني بعد كده. احنا عندنا مثلا دايما بنقول العميل الفاهم بيريح، وبيريحك بعد كده في التعامل وطريقه الدفع والمستخلصات اللي بنقدمها، ويبقى فاهم احنا السيكونس بتاعنا في الشغل عامل ازاي. فدي نقطه مهمه جدا العميل لازم يفهمها عشان يشطب صح. برافو عليك. في نقطه بقى عايز اقول لك عليها. انت ازاي بقى العميل، احنا لازم نفكر في العميل برضو عشان النقطه دي برضو هتفيده. العميل ازاي يحمي نفسه في شغل التشطيبات. فنقطه عايزين نتكلم فيها. ده مهم جدا طبعا. هي الفكره ان الموضوع equation. كل علاقه طويله الامد بتحصل بين المكتب الهندسي او المهندس وبين العميل بتاعه. فلازم العلاقه دي تكون بتحدها شروط، وفي تعاقد بيتفق عليه الطرفين علشان الضمانه للاتنين، وضمانه ان البروسيس تمشي بشكل سلس. مهم جدا ان العميل اول حاجه يبص عليها البرايسنج استراتيجي بتاعه المهندس اللي معاه شغال ازاي، ويبقى فاهم مميزات وعيب كل برايسنج استراتيجي او كل ابروتش بتاع تسعير، ويبقى موافق عليه. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي لازم يبقى فاهمها، والمهندس يكون شرحها له بشكل واضح. طريقه الدفع يكون متفق عليها، هل هي بالاجل ولا المهندس بيشتغل وبعدين مستخلصات وبعدين يتصرف الفلوس بعد، هل هي قبل ولا بعد، وايه الضمانات within البروسيس ان الراجل ده يبقى ضامن حقه. الحاجات التعاقديه اللي زي دي مش بس بتحمي العميل، هي بتوضح للعميل مايند سيت الشخص اللي هيشتغل معاه. لو هو مأمنه ومراعي فعلا مصلحته زي ما هو مراعي مصلحه نفسه، اشتغل معاه. لكن لو انت حاسس ان هو شددها على نفسه شويه او جايبها عليه وبيركز على حقوقه ومش مهم الواجبات اللي عليه، اقف واسال حد بيفهم، ارجع لمحامي. انا شايفه حاجه زي كده، ارجع يعني محامي او مهندس عنده خبره فاهم شويه في التفاصيل اللي زي دي، يظبط كفتين الميزان. هي الفكره ان يحصل توازن. مظبوط. وده مهم قوي وقت التعاقد، ودي بتفرق جدا مع انت يعني انا كمهندسه لما بعمل عقد وبقعد اراجعه بقى مهم عندي ان الكفتين تبقى كده، مش حاطه اشتراطات على عميل مش مأمناه. طب ما ده حرام. هو جاي عشان انت عندك علم وفاهم، وهيدفع لك مئات الالاف وممكن توصل لملايين. طب بأي اماره وانت مش مديله الحته بتاعته؟ مظبوط. فدي حاجه مهمه جدا طبعا. انا في سيناريو افتكرته دلوقتي من ضمن السيناريوهات اللي بتحصل لنا، ان في عميل كان خايف يدفع. مش عشان العميل مش واثق فينا، الحمد لله مرحله الثقه دي يعني هتيجي بعدين، بس هو
في الاول كان جاي من تجربه واكسبيرينس كانت سيئة. وحشه، فجاي بقى زي ما بيقولوا جاي واخد كورس نصاحه قبل ما يجي لي. فطبعا لما جالي خايف يدفع، فانا عشان اطمنه قلت له بص انا مش عايز منك داون بيمنت كبير، ادفع جزء الداون بيمنت ده هنقسطه، ادفع جزء وانا هطلعك مستخلص كل اسبوع. عملنا ايه بالجزء بالمبلغ ده، وهنستمر بالطريقه دي لغايه ما تطمن وتشوف احنا ماشيين ازاي. وده فعلا اللي حصل. يعني انا فعلا درست الشخص ده سايكولوجي نفسيا. بالظبط. والله ما اضطرينا نعمل كده. ايوه عنده بين، هو عنده بين، انت لازم تحله. اخد دور الدكتور السايكولوجي عشان اعرف اقعد معاه واتكلم واعرف أيوة. هو بيطمن لايه. وسبت الهندسه خالص وحليت له المشكله دي، وبعد كده بدخلنا في هندسه. وعلى فكره انت عملتها بالطريقه الاصعب. ما انا هعمل ايه؟ ما فيش طريقه تاني. مع موضوع ان انت تطلع مستخلص كل اسبوع دي حاجه مؤلمه. ما انا بحل مشكله عميل صحيح. وعايز العميل احميه كمان. ما انا عايز احمي العميل، وفي نفس الوقت هو لما اطمن عجبته الطريقه دي، فبدات انا اخدها معاه زي ستيب باي ستيب. يعني خلاص المرحله الاولانيه بتاعت التاسيس خلصنا بيها، المرحله اللي بعديها بقى هتختلف تماما. انت خلاص بقى، فخلاص هو استريح وانا استريحت، فالموضوع بقى هو بقى يتعامل عادي خالص. بس هي ازمه ثقه حبيت احلها معاه، واتحلت بطريقه صعبه زي ما انت قلتي، بس في الاخر النتيجه كويسه. ما انا عنديش مشكله اخدها بالطريقه الصعبه، بس في الاخر النتيجه تبقى زي ما انا عايز. هي الحته برضو المهمه او في البوينت بتاعتك اللي انت عملتها وكانت كويسه جدا، انك ما استسهلتش. يعني كان سهل ترفض اكاونت زي ده، حد بالنسبه لك هو هيغلبك، لكن فعلا احنا كمهندسين احنا مش بنروح للحل الاسهل، احنا فعلا بنعمل effort كبير صح. ان انت تعمل رابور، وان انت تحط نفسك مكان اللي قدامك وتشوف تفاليديت هو عنده مشكله ايه وتحلها له، وبتعمل كل الاكشنز نيدد علشان تأمن الشخص وتحسسه ان انت معاه في صفه ماشي جنبه كتف في كتف، وان انت بس ببساطه احنا ماشيين طريق ضلمه، هي الاكسترا مايل بتاعتي ان انا معايا كشاف في ايدي، انا بنور لك 5 متر قدام، ما احنا ماشيين جنب بعض، بس اللي اقدر اعمله لك ان انا انور لك 5 متر، مشيناهم مع بعض هقدر انور لك اللي بعده. لكن هو بقى عنده بانيك ماشي وراك خايف بيشد في هدومك، لا انا مش عارف ايه، انت بقى بتتعامل مع السيتويشن ده بالظبط. الحته اللي انا بس كنت حابه هايلايت عليها، احنا فعلا كمهندسين من مصلحتنا ان احنا نوفر لك احساس الامان، وبنعمل كل ما هو علينا ان احنا نعمل ده. القصه سواء سيادتك ولا انا ولا اي حد عنده شغل وبزنس تعب فيه سنين وبنى فيه سمعه، اكيد مش التارجت دلوقتي الفلوس، لا هو التارجت السمعه. فالسمعه والبوزيشننج هي دي حقيقي راس مالنا. فلو انا عملت البوزيشننج بتاعي صح وسمعتي صح عن طريق ان انا احللك البين بتاعك، انت برضو انا جاي لي عميل هو مش مجنون، هو عنده ألم، انا لازم اسمع له ولازم احله له مع الوضع في الاعتبارات اللي طبعا الهندسيه يعني بما لا يتعارض. ده اكيد. والعملاء عشان نشطب صح. لا وكمان العميل بيحب اللي يسمع. مش دكتور نفساني. خلاص كده بتمارس فانا كده ساعات يعني ما اقدرش اقول له لا مش هسمعك، لازم اسمعه واشوف هو بيعمل ايه واشوف يفكر ازاي، عشان كل ده احنا بنترجمه في شغلنا. بنترجمه يا اما على مستوى الديزاين او التصميم او الحاجات اللي ليها علاقه بالشغل بتاعه البروجكت بتاعه، او على المستوى الاداري. هو جاي بين معين او عنده مشكله معينه، طب انا ممكن احلها في بوليسي عندي بالظبط، فالعميل اللي بعده ما يواجهش نفس الايشو دي. ده ممتاز. ففعلا ما فيش مره الواحد سمع العميل وندم، لا هي فعلا ده اكيد انفستمنت في البيزنس نفسه. هي بالطريقه الصعبه زي ما انت قلتي، بس في الاخر النتيجه بتبقى كويسه. كويس. مهندسه مروه، عايزين نعرف تاثير السوشيال ميديا على العميل في اختيار المهندس اللي ممكن يشتغل معاه في اي شغل هو عايزه، فهو بيبدا يعمل سيرش ويشوف السوشيال ميديا، فالتاثير الكلام ده على العميل. بص، هو كل حاجه ليها مميزات وليها عيوب. من مميزات، نبدا بالمميزات بتاعت السوشيال ميديا، ان هي فتحت الاكسبوجر، فتحت عدسه كبيره جدا، انت قدامك اذواق وانواع ومنتاليتيز مختلفه كتير، تقدر تتابعها، تقدر تفاليديت يعني، بس مش بشكل حقيقي قوي،
بس بنسبه مش بطاله ان المايند سيت ده ديزاين، ده ذوقه حلو، ده انا اقدر يعني في كم. لو احنا بنتفق مع بعض ان المهندس ده هيمشي معايا رحله من عمري، الرحله دي بتافكت البيت بتاعي ده انا بانفست فيه، احتمال كبير يكون شقه عمري، فانا لازم اختاره كاني بختار شريك حياتي. فلو انا هختاره بيبقى فيه تشيك ليست، بني ادم ده انا مهم عندي ذوقه، مهم عندي المنتاليتي بتاعته، على حسب بقى كل واحد والكريتيريا بتاعته. فالسوشيال ميديا فتحت المجال ان انت تقدر تاخد بيز نوليدج ايه اللي موجود من انواع واصناف المهندسين في السوق، خلينا نقولها كده. وبعدين هل ده كافي؟ لا. نيجي بقى للعيوب بتاعه السوشيال ميديا، ان في احيانا كتير ناس شاطره على السوشيال ميديا بس تكنيكلي على مستوى الاداره، على مستوى الهندسه، على لسه محتاجين انهانسمنت. مش هقول ان هم وحشين. هتقدر تعرف ده ازاي كعميل؟ هتحتاج ان انت تشوف، زي ما بيقول لك اعمل ريسيرش بتاعك، شوف احجز مع ده وشوف ده وشوف ده وقارن. المقارنه بتساعد، وفي الاخر هتستفتي قلبك، لان انت هتيجي عند مرحله مش لازم تستدل من جواك كده انا مرتاح مع فلان، فده انا هقرر اكمل معاه او همشي معاه. زي بالظبط الجواز حقيقي، انت بتبقى من بره مش متاكد بس وبتاخد القرار وانت مش عارف، هي بطيخه بتتفتح صح. يعني. فنفس الموضوع فكره بقى ان انت تقبلك او الكاباسيتي بتاعتك كعميل والتوليرنس، ان انت فاهم وواعي ان السوشيال ميديا احيانا بتبقى صور جميله، احيانا بتبقى فيديوهات بتخطف هوك حلو، او على ارض الواقع البني ادم ده انا هركب معاه مركب وهندخل في عمق البحر، واي حاجه هو هيكررها انا قصادها بدفع فلوس. فالموضوع فعلا يعني لما بحط نفسي مكان عميل لا مش سهل وصعب، فمحتاج فعلا ان هو يعمل الريسيرش بتاعه صح. وفي عميل يقولك لا انا هختار الانسان اللي هو بوزيشننج ومش مهم الكوست قصاد الكواليتي وي كل واحد بقى على حسب الكريتيريا دي، انا ما اقدرش اتحكم فيها، كل واحد على حسب راحته فيها. فاستنتاجا يعني لكلامي ان هو فعلا بيبقى صعب الاختيار للعميل. فحابه اسمع وجهة نظرك في الموضوع ده بالذات، لان هو السوشيال ميديا مفتوحه، ايه مميزاتها وعيوبها، وهل ده في طريقه مثلى ان العميل يختار المهندس اللي هيشتغل معاه من وجهة نظرك طبعا من خبرتك. وانا مش هضيف على كلامك كتير، بس نقطة ان السوشيال ميديا مميزاتها وعيوبها، لا طبعا ليها مميزات، انها تخلي العميل يشوف قدامه واحد واثنين وثلاثة اوبشنز. بس ساعات في حاجات في السوشيال ميديا، اكيد هتتفق معايا في النقطة دي، ان في حاجات بتظهر على السوشيال ميديا مش حقيقية. يعني واحد بيعرض شغله مش شغله، واحد بيحط حاجات فيك، في الاخر العميل ممكن يختاره ويتصدم على الطبيعة ان ده مش شغله. فدي حاجات بتخلي العميل يقول لك يا ريتني ما اخترت من على السوشيال ميديا، يا ريتني كنت اخترت واحد شفت شغل على الطبيعه. فانا بنصح العملاء اللي هيشوفوا حاجه شغل على السوشيال ميديا يعني يتحقق من شغله الاول، والعميل عليه دور كبير قوي انه يختار المهندس. زي ما انت قلت هيبقى شريك معاه فتره من الزمن، ممكن توصل لسنه عشان حسب الشغل اللي معاه. فدي فتره دي كفايه ان هو يبقى شريك فعلا ويبقى. وعلى فكره احنا بنخلص الشغل بنكمل علاقتنا بالعميل لمده سنين تانية حقيقي. لان احنا علاقتنا بالعميل ما بتنتهيش اول ما بخلص شغل، ما بتقطعش العلاقه معايا، لا ده انا بكمل. فبالتالي لازم يختار صح، انت بتختار شريك معاك وبتختار، ولازم زي ما انت قلت العلاقه. لو هو بيتجوز هيسال ويشوف مين ده بيعمل ايه وهل فعلا الكلام اللي بيقدمه ده حقيقي ولا لا، وهل في سورس تاني غير السورس ده. يعني ممكن مش شرط السوشيال ميديا، في كلام لو هو معروف، في كلام تاني ممكن يسمع منه اذا كان حد شطب له قبل كده، يسمع كلام حد في نفس يسأل عن الشخص اللي هيشتغل معاه ليه مكتب ولا ملوش. في اشخاص ما لهمش مكاتب وشغالين السوشيال ميديا بس، ده خطر جدا ان انت تتعامل مع حد ملوش مقر يتعامل معاه. ده طبعا في ناس بتبدأ كده عشان امكانياتهم كده، صحيح. بس انا بنصح العملاء اللي عندهم مخاوف انهم يختاروا مهندس يتعبهم او مش مناسب لشغلهم،
لا اتعبوا شويه وحققوا في اختياراتكم ولازم تاخدوا ضماناتكم. فانا شايف ان انت لا تشوف الاول على السوشيال ميديا زي ما انت عايز، تختار المهندس اللي انت عايزه وتشوف شغال في ايه تاني، او في تسمع كلام من مصدر تاني، وممكن حتى تقابله في مكتبه وتقعد معاه تتكلم. ممكن كل الخطوات دي في الاخر تنتج ان انت تمضي معاه العقد او تقول لا مش هشتغل معاه. وزي ما انت قلتي قلبك ارتاح له، ارتحت له في التعامل. بيبان ان انت لما تقعد مع اللي قدامك اذا كان فاهم مش فاهم. انت طبعا العميل مش غبي، العميل برضو عنده فكر وعنده سيكونس هيمشي عليه ويقدر ياخد قراره. وطبعا بنصح اي حد هيشطب ان هو يعرف هو عايز ايه الاول قبل ما يروح لاي مهندس، لان طبعا اي مهندس هيقابلك هيسالك انت عايز ايه، انت محتاج ايه، يعرف نفسه. بالظبط. ولازم نفسيا. لازم يتاكد من نفسه نفسيا عايز ايه عشان ما تروح المهندس يبقى جاهز. ما ينفعش تيجي وتقول للمهندس قول لي انا عامل ايه. فانا كده هقلب دكتور نفساني زي ما قلت لك في الاول، واقعد اشرح وعالج لغايه ما نبقى وصلنا للخط واضح كده نشتغل عليه. طب في الاخير كده احنا عايزين ننصح بقى العميل، لو نصيحه طالعه من للقلب للعميل كده تقولي له ايه، تنصحيه بايه؟ اقول له ان كل حاجه ادي العيش اللي خبزه، ده رقم 1. ان انت لو مشيت البروسيس في اختيار المهندس بتاعك لازم تديله مينيمم ثقه untested. يعني مش بقولك ارمي يعني ثق فيه 100%، بس كده كده within البروسيس انت هتقدر تعرف الكريديبيليتي بتاعه العميل بتاعه المهندس بتاعك. هو انسان عنده شفافيه، متسق مع الكلام اللي بيقوله، هتلمسها في كل تاتش بوينت حتى مع المهندسين اللي شغالين معاه. مش صعب خالص ان انت تفاليديت حاجه زي كده، بس وانس ان ده حصل امشي معاه ولازم تكون واثق فيه، لان هو فعلا من مصلحته ان المشروع بتاعك يخلص بشكل صح، لان ده ماركتنج داتا في النهايه، ومشروع بيجر مشروع. ولو السيرفيس اتعملت بشكل مظبوط وانت شريك فيها ومسؤول عنها زيه، يعني انا هديك سيرفيس انت برضو في جزء عليك لازم تعمله. الاويرنس بتاعك ده بيفرق جدا في السرعه، في ان الشغل يتقفل صح وبتبقى سالكه بتحصل. احنا كنا لسه بنتكلم ان هي فعلا بتبقى بنقول عليها باللغه الدارجه قرف، لكن لا، انت لما بتشتغل مع حد فاهم عميل هو فاهم، ولو في حاجات هو مش فاهمها بيسلم الرايه زي ما بيقولوا لشخص فاهم، بتفرق جدا. وهو اللي كسبان، لان هو لو انفولفد في حاجات هو مش فاهم فيها للاسف بيدفع اكتر. حته اخيره حابه اقولها، الناس سايكولوجيا احيانا كتير بتحاول تاخد قرارات عشان مش بتحب تشيل مسؤوليه القرار، بيخافوا. هي دي طبيعه فينا ممكن بالفطره، والسبيكترم واسع بتفرق من شخص للتاني. فانت بتروح لمهندس عشان يوفر عليك موضوع القرارات ويسهل عليك الطريق بتاعك ان انت توصل له بشكل آمن. فلو انت هتعمل ده معاه لازم تديله الباور الكاملة لده، يا اما هتبقى unfair. فدي نصيحة للعملاء علشان انت تقدر تحاسب المهندس بتاعك، اديله الباور واتفرج وشوف هو هيعمل ايه. وكده كده البروسيس بتاعتنا مراحل، يعني it's not too late ان انت توقف شغل عادي. ممكن توقف شغل في اي وقت لو ما عجبكش الاتيتيود. فدي هتفرق جدا جدا، وهتبقى كعميل منطقي وعارف تفاليديت الكلام، وسهل قوي. وليك الحق طبعا لو في كتعاقد ان انت يبقى معاك مهندس يستلم من المهندس بتاعك، صح، ده ليك الحق فيه طبعا انك تعمله. فخلاص الضرر هيجيلك منين؟ صعبة جدا يعني. لا كده خلاص، يبقى انت كده باختصار بتقول له اختار صح عشان تشطب صح. مظبوط، وبشكل سهل كمان. انا شايف ان احنا غطينا نقط كتيرة قوي الفترة دي في الكلام، واظن ان احنا يعني على قد ما نقدر نكون وصلنا المعلومة للعميل يكون يقدر يستخدمها وتفيده يعني.
فانا شايف ان احنا يعني الحمد لله عرفنا نوصل لنقطة كويسة اللي هي اختار صح المهندس اللي انت هتشطب معاه وشطب صح. صحيح. شكرا ليك يا باشمهندس العفو يا مروة، باشمهندس. ونورتينا وشرفتينا والله العظيم. الشرف ليا يا فندم.